السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نصلي على رسول الله، اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا النهاردة سمك بلطي، هنعمله كده معاكم في صينية طماطم، هيبقى جميل جدا جدا. هنبتدي كده بسم الله ما شاء الله ان احنا الأول ننضف السمك. صينية سمك بصلصة بتبقى جميلة جدا وطعمها حلو قوي قوي. بننضف السمك بقى زي ما انتم شايفين كده. ده 2 كيلو سمك انا جبتهم من السوق النهارده. جبته كبير شوية عشان اعمله في صينية صلصة. بننضفه كده زي ما انتم شايفين وبنفتح قلبه. وبعد كده يا حبايبي بقى بنجرده وبننضف بطنه وبنغسله غسل كويس قوي قوي. طبعا طريقة تنظيف السمك كل واحد بيبقى له طريقة في التنظيف. في ناس ما بتفتحش عند الراس كده، وفي ناس ما بتشيلش الخيرشوم بتاعها، كل واحد بيبقى له طريقة معينة في تنظيف السمك. هنا انا بعد ما خلصته كده جردته وخدته معاكم كده على الحوض، نضفت بطنه طبعا. قفلت الكاميرا على ما نضفته وغسلته كويس قوي تحت المية هون. وكنت عامله له المحلول النقع بتاعه، ده عبارة عن دقيق وخل وملح وليمون وقشر برتقان او قشر سفندي، بنضربه في الخلاط مع الليمون وبنحطه كده. طبعا قشر البرتقان والسفندي بيشيل زفارة السمك وما بيخللوش اي ريحة. طبعا هنا بعد ما غسلته على الحوض كده كويس او نضفت بطنه زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، حطيته في محلول النقع ده حوالي نص ساعة او تلات ارباع ساعة. طبعا بتنقعيه زي ما بتحبي، كل ما بيغيب في المحلول النقع كل ما بيبقى طعمه احلى واجمل والزفارة بتاعته بتروح. هنا بكون انا بقى يا حبايبي، هنا انا على ما هو يتنقع شوية كده بكون انا هنا مجهزة ال- طريقة العمايل بتاعته. كنت بشرب بصلتين وفصين توم هرساهم وطماطم هنا مصفياها عاملاها في الخلاط. ومعانا البهارات بتاعته عبارة عن كمون وفلفل أسمر وقرفة خشب مطحونة وتوم بودر وبصل بودر وشوية شطة كده وشوية ملح. والملح طبعا تبع الرغبة بتاعتكم، كل واحد بيحط طبع الملح اللي هو عايزه. هنا بنحط المادة الدهنية بتاعتنا، الزيت على حطيناه في الصينية بتاعتنا على النار. ونزلنا بالبصل بتاعنا بالبصلتين المبشورين مع فصين الثوم المهروسين، وبنقلبهم كويس أوي لحد ما البصل يدبل معانا ويحمر شوية. هنا يا حبايبي بستمر في التقليب برضو لحد ما البصل ياخد اللون الأصفر معانا، اللون اللي هو الأصفر أو المحمر الأول. أنا طبعا حمرت شوية لأن البصل اللي هو السمك بيحب البصل المتحمر قوي. طبعا نزلنا عليه الطماطم بتاعتنا اللي هي الصلصة اللي أنا عاملاها في الخلاط. في ناس برضو بتبقى مسبكة الصلصة وعيناها، أنا طبعا مخلصة فضربت طماطم وصفيتها كويس قوي ونزلت بيها كده على البصلة بعد ما البصلة احمرت زي ما انتم شايفينها. و... وطبعا انا كنت نزلت عليها بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها. وضفت كده شويه كوبايه ميه، حوالي كوبايه ميه على الطماطم، وبقلبها كويس قوي. طبعا غطيت عليها النار لحد ما اتسبكت، وهنا فتحت عليها الغطا بعد ما اتسبكت بقت باللون الجميل ده والتسبيكه بقت تقيله جدا. نزلت بالسمك. طبعا انا هنا ما قليتش السمك، في ناس برضو بتقليه. لو هتقليه ما تحمريش السمك في الفرن، لكن انا بحط السمك من غير قليه لان انا بحمر صينيه السمك بعد ما بتغلي وبتطبخ معانا على النار. بكون انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 وبحط السمك يتحمر وياخد اللون اللي هو الاحمر. فعشان كده انا ما بحمروش في الزيت قبل ما احطه. طبعا كل واحد بيبقى له طريقة. ممكن برضو الناس بتحمره قبل ما تحطه في الزيت، وده مش شرط ان انت تحمريه في الفرن بعد كده. هنا نزلنا بالسمك وضفنا عليه كوبايتين مية سخنين لان التسبيكة كانت تقلت معانا قوي وكانت ما شاء الله. فحطينا عليه كوبايتين مية سخنين وغطينا عليه الغطا وسيبناه يستوي بكده مع بعضه ويغلي كده غلوتين، وبعد كده هندخله في الفرن. هنا بعد ما السمك استوى معانا زي ما انتم شايفين فتحت عليه الغطا
بسم الله ما شاء الله، كان ريحته تحفة وجميل جدًا، جدًا. وكانت التتبيلة اللي هي التقلية بتاعته تخينة وجميلة جدًا وحلوة أوي. هنا بعد ما استوي خالص كده، كنت أنا مشغّلة الفرن زي ما قُلت لكم على درجة حرارة 180، ودخّلت السمك في الفرن يتحمّر على الشواية من فوق وياخد اللون الأحمر. أنا باحمّره أوي زي ما أنتم شايفين كده، أنا مطلّعاه متحمّر، يعني تحسّوه محروق لكن هو مش محروق. وده كانت صينية السمك بتاعتنا. طبعًا يا حبايب قلبي كانت التسبيكة بتاعتها تقيلة جدًا وجميلة جدًا وريحتها جميلة أوي، أوي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد.